فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. زيد يلا يلا هات ايدك، هات ايدك، هات ايدك زيد، يلا يلا وقف وقف وقف. ستوب هون زيد، سكر الباب. هي لا، يلا يلا زيد. شي ايدك. يلا زيد، تعال اطلع هون، اطلع هون، اطلع كوتدي هون، اطلع يلا يلا اطلع اطلع. زيد يا مامي. يا صباح الورد والفل والياسمين، كيفكن يا احلى صبايا؟ كيفكن؟ شو الاخبار؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله رب تكونوا بخير وانتوا عم بتشوفوا فيديو اليوم كتير حلو مميز، ان شاء الله يا رب يعجبكم. قبل ما نبدا الفيديو خلينا نكسب الصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اليوم هيك عنا صبحيه انا ورفقاتي، بنعمل تقريبا كل اسبوع صبحيه عند وحده. فاليوم كنا عند رفيقتي وقلت لهم يلا هي انا اليوتيوبر بذات نفسي جاي لعندكم. صار يضحكوا قالوا لي يلا بكره بس صرتي يوتيوبر ما بتجي لعنا، معناتها انه بس صرتي يوتيوبر حقيقيه يعني مو مثل هلا تزييف لساتك. قلت لهم لا، مستحيل مستحيل انساكم، مستحيل اتغير. فهذا حلمي، معقول يتحقق حلمي؟ ايش رايكم انتم؟ ممكن اصير يوتيوبر يوما ما؟ بتعرفوا بس خايفة هذا الفيديو ما يطلع، لأنه كل ما بكون مع جمعة رفقاتي أو رفقاتي عندي أو رحت عند أختي أو أختي عندي الفيديو ما بيطلع، ما بعرف ليش. فالفيديو شوفوه هلأ في فيديو رح أحطلكن إياه بالصندوق الوصف، ادخلوا عليه وحطوا لايك واعملوا كومنت، قولوا نحن جينا من هذا الفيديو، لأنه مشاهداته كتير واطية، فبدي إياه يعني يعلى شوي، وإن شاء الله هذا كمان هيك مشاهداته تعلى. اجاني سؤال من متابعة وان شاء الله يا رب تكون عم تشوفني لحتى تسمع جوابي. سألتني كم ولد عندك وشو رأيك الوحدة بعد ما تكبر ولادها ترجع تجيب، لأنه هي خايفة ترجع تجيب بيبي بعد ما صار ولادها كبار. فأنا جوابي لهذا السؤال حسب الولاد اللي عندك، يعني إذا عندك 2 ممكن ترجع تجيبي، إذا 3 4 بقلك لا 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 اوعك مستحيل. رح احكي لكم تجربتي اللي صارت. انا جبت بنت وصبي، وبعد ما أولادي صار عمرهم 8 سنين و9 سنين حسيت إنه البيت صار هيك فاضي، يعني إنه قليل، إنه بس بنت وصبي لازم أجيب لا أخ لا أخت لبنتي. فكتير كتير صرت هيك أشهون على ولد وبيبي صغير وهيك. فقد ما اشتهيت على بيبي جبت بيبي، وكان هذا البيبي اللي جبته هو ابني اسمه أحمد. كان كأنه أول ولد جبته. ليه؟ لأنه أنا لما جبت ولادي الكبار كنت أنا صغيرة، يعني أنا لما جبت بنتي وابني كنت عمري 16-17 سنة، فما حسيت فيهم أبدا، وكنت جنب أهلي وبيت حماي، فأبدا ما حسيت فيهم. لهيك لما جبت ابني أحمد حسيت إني يعني أول ولد بجيبه، أبدا عن جد حسيت أول ولد بجيبهم. وشوفوا هدول قلت لكم عليهم ورق الزبدة بالفيديو الماضي، قلت لكم إنه أنا صورت وهذا قبل هداك الفيديو. فهلا إذا شفتوا يعني شغلات من الفيديو اللي ماضي، فأنا صورت هذا قبل، وأنا هلا قاعدة حطيته ونزلت هذا المقطع. المهم بعد ما جبت أحمد انبسطنا أنا وجوزي عليه كتير، يعني كان هيك كتير حلو ما شاء الله وعاقل وحباب، يعني كتير كتير ما حسسنا أبدا فيه.
كتير انبسطنا وكتير هيك ندلله ومبسوطين فيه وكتير. كان عمره 1.5 وقت طلعنا على بريطانيا. كان يعني شايفينه مو مصدقين كأنه أول ولد. يعني أنا وجوزي مين من شافنا بفكر إنه بس هذا الولد عنا قد ما عم ندلله. شوف هاي البلوزة طلعت بتجنن. المهم وبعد فترة تقريبا ما في 5 شهور بعد ما جينا لهون على بريطانيا، كان أحمد عمره سنة تقريبا 2 إلا أنا حبلت وجبت عمر. لما جبت عمر كانت صدمة لإلي لأنه أنا ما كنت أبدا ناوية أجيب، بس إنه كنت عم بروح على الكوليج وبتعلم وكنت عم بتدرب على السواقة، فما كنت أبدا ناوية إني أجيب ولد. سبحان الله وإجا عمر. لما إجا عمر تغيرت حياتي كلها. لما كان أحمد بس يعني كان الولد الثالث كانت أحلى بكتير لأنه أخواته كبر هو لحاله، فكانوا الكل يعتني فيه والكل إنه يعني كأنه ولد يعني وحيد بالبيت، ما في هيك معه حدا لحتى يخرب لحتى يعيط لحتى ما في حدا يعني يزعجه. فلما جبت عمر صار أحمد وعمر اثنيناتهم صغار بيناتهم 2 وشوي، فصار هون بقى الضجة والصرعة وقتلني وضربني وهي إلي وهديك إله. صارت كتير تصير مشاكل. هلأ هديك البيجة ما جبت وحدة تانية لعمر، هديك قبل الفيديو كانت لأحمد. المهم صبايا البيجامات طلعوا بيجننوا كتير كتير تقال وما توقعتهم بهذا الفخامة. المهم بعد ما جبت عمر وأحمد صارت عندي هيك دائما ضجة بهالبيت وصرعة. وبعد ما عمر صار عمره 4 سنين كمان رجعت جبت زيد. هذا زيد كانت غلطة حياتي، بس لما حبلت فيه قلت يلا إن شاء الله بتجيني بنوتة لبنتي لأنه بنتي كتير حابة إنه تجي يا أخت. ومع هيك سبحان الله ما جبت بنت. الحمد لله يعني صاروا 4 صبيان. بس البيت اللي فيه صبيان سبحان الله بتحسوا هيك دائما فيه ضجة وعجقة. يعني الحمد لله يعني هلأ أحمد وعمر كبروا شوي يعني صاروا أوعى، فصار ضجتهم قليلة كتير. هلأ جانا زايد. فبتعرفوا ولد بال1.5 كتير عنده حرات، بدكم ضلوا تلحقوا وتركضوا وراه. بس نصيحتي لك رح أقلك إذا أولادك كبار ومثل ما قلت لك إذا ولدين أو 3 أوكي، أكتر من هيك عن جد حاج يعني حاج أكتر من 3 أولاد يعني شو عم يعملوا الأولاد. فأنا هلأ يعني مثلا بدنا نسافر بدنا نطلع صاروا ما شاء الله عيلة مصروفهم أكتر صرعتهم أكتر همهم أكبر، فكل ما قللنا الأولاد بتخف المسؤولية ويمكن هيك منعيش حياتنا أحلى. هلا أنا لو ما عندي أولاد كبار كان لقيت صعوبة أكتر، بس دائما بدي أطلع بدي أروح بترك الصغار عند الكبار وبروح. بس لو ما عندي بس هدول الصغار كان حياتي غير. قلت لكم أنا عندي أولاد كبار لهيك دائما بطلع يعني هيك المسويات لما بحس حالي ضايجة بلبس وبطلع لحالي، ما باخد حدا معي قليل لا أخد شي ولد معي. هيك بطلع بروح بتسوق بالمولات بشوف شغلات جديدة بدي أشتري شي لازمني شي. يعني المهم يعني هيك بروح الضغط النفسي اللي عندي. بس لو ما عندي أولاد كبار كان الصغار إجباري رح أخدهم معي وما رح أستفيد شي، رح أقول لحالي لأ رح أضل بالبيت أحسن لي. شوف هدول قوالب الكب كيك كتير حبيتهم. أنا نزلت هذا الفيديو بدي أسألكم إنه بتحبوا مقاطع أنزلكم إياهم بالمولات وقت بتسوق، لأنه أنا كل يوم بنزل تقريبا كتير بحب أنزل أتسوق بالمولات. فأنا هون نزلت بس كان لازمني مي بس يعني هيك اشتريت لي كم شغلة حبيت كتير هدول مثل كلابات أحطهم يعني بالممر أو بالصالون. ايش رأيكم فيهم حلوات؟ طبعا بس على موديلات تانية، أنا هون ما كان في غير هالكم موديل بس في مولات أكبر يعني فيهم موديلات كتير حلوة، بس حبيت هدول النوع. وهون قسم الشموع، أنا كتير بحب الشموع. انتوا بتعرفوا إنه أنا كنت كل فيديو أول ما أبلش فيه أشغل شمعة صح أو أشغل معطر. بس هلا أنا صار معي حساسية يعني صار بس أشم البخور أو أسانس هيك زيت المعطر فورا بتحسس وبضل بعطس، فما عم بقدر ابدا اشغل شي. ان شاء الله هيك بس اطيب بالايام ان شاء الله رح ارجع للشمع لانه عندي كتير وما عم بقدر اشغلهم مع اني كتير بحب. هون منزلين كاسات جديدة
فحبيت لرمضان نجيب هيك طقم كاسات جديدة. بعدين تذكرت انه انا اشتريت طقم بس لسه ما فرجيتكم اياه، جبته معي من بلجيكا، هو ومعه تقلي له حنفية. ان شاء الله رح فرجيكم اياه بفيديوهات قبل رمضان، تجهيزات، لانه جايبة شغلات كتير حلوة لرمضان، ان شاء الله رح فرجيكم اياها. كمان اجاني كومنت من صبية عم تقلي انه شو نصائحك انه انا فتحت قناة جديدة، اعطيني نصائح. رح اقلك انه انا صار هلا تقريبا يمكن 3 سنين بقناتي، وسبحان الله يعني عندي شغف كتير كبير اني اصير، وحلمي اني اصير واطلع، بس انه اكيد كل انسان بيجي فترة بمل او بشوف ما في حماس، يعني بيرجع هيك بكن. فبدي اقولك انه اذا انت عندك حلم وهدف رح توصلي له، بس بده وقت، فلهيك لا تملي وضلي عم تستمري. واليوتيوب حسرا بده انه تضلي عم تشتغلي تقريبا اقل شي بالاسبوع تنزلي فيديو، فكل ما نزلتي اكتر كل ما بتطلعي اكتر وبسرعة. انا لانه كتير بردت حالي، يعني كل ما هيك بشد لي شهر وبرجع بترك هيك شي 4-5 شهور، لهيك القناة بترجع بتضعف، بتصير اليوتيوب ما عاد يعرض الفيديوهات. فإذا بدك الفيديوهات تطلع دائما لازم تنزلي تقريبا كل أسبوع مرة. وهلا رح أعمل سناك للولاد، كتير كتير طريقة سهلة وكتير طيبة، رح تشوفوها هلا شقد سهلة، وكتير هذا السناك نحن بنجيب منه. فأول شي هلا أنا هون دوبت الزبدة، حطيت تقريبا 3 معالق زبدة، وحطيت نص كوب سكر بني، وحطيت كمان ربع أو ربع كوب عسل، وحطيتهم دقيقة واحدة على الميكروويف لحتى هيك دابوا، خلطتهم هيك مع بعضهم لصاروا مثل الكراميل. وبعدين هون حطيت كاسة كوكو بوكس أو كورن فليكس، أو انتو ايش في عندكم متوفر بصير. وحطيت كاسة ونص من شوفان الحبة الكاملة، وحطيت هون ظرف من شوكولا حبيبات، وبس هيك خلطتهم كلياتهم مع بعضهم، وصار أطيب سناك للولاد، رح يحبوه أحسن ما تشتروه من برا. هلا انتو بدل كورن فليكس فيكن تحطوا مكسرات موجودة عندكم، لوز، جوز، أي مكسرات انتو موجودة عندكم فيكن تضيفوها، كمان بتطلع كتير طيبة وكتير لذيذة، عن جد جربوها وكتير سهلة وما بتاخد وقت. احكولي صبايا، حبيتوا القصص اللي بحكيها ولا ما بتحبوا؟ اذا ما بتحبوا هاي الفقرة اكتبولي بالكومنتات، او اذا بتحبوها كمان كتبولي انه عم نحب القصص او ما عم نحبها، كرمال انا اعرف اني اشيل هاي الفقرة او لا. كان في رجال ختيار عايش بضيعة صغيرة، كل يوم كان بيزرع وردة، كل يوم بيزرع وردة جديدة بحديقته، رغم انه ما كان حدا يجي ويشوفها. الناس استغربوا وسألوه انه انت ليش عم تزرع ورد وما بيجي حدا بيشوفها؟ ضحك الرجال أو ابتسم الرجال وقال: أنا ما بزرع الورد لحتى يجي حدا ويشوفها، أنا بزرعها لأنه هي وجودها بيخليني سعيد وبيترك أثر حلو حتى بعد ما أروح. مرت الأيام وصارت حديقة هذا الختيار معروفة بجمالها، وصار الكل يجي يزورها حتى بعد ما مات. العبرة هون إنه العمل الجميل ما بيضيع أبدا، حتى لو ما شفنا النتيجة فورا، كل شي بنعمله بحب وصدق رح يترك أثر إيجابي سواء بحياتنا أو بحياة غيرنا. الجمال الحقيقي هو العطاء بدون انتظار مقابل، لما نزرع الخير بحياتنا حتى لو ما شفناها مباشرة
راح تثمر بطريقة ما بنتوقعها، مثل الوردة يلي بتعطر المكان حتى لو ما كان حدا شايفها. الشي الحلو ما بينتهي أبدا لأنه بيعيش بقلوب الناس. هلا صبايا، أنا بعد ما خلصت حطيتها بالفريزر، تقريبا أخدت تقريبا نص ساعة. هي فورا بتجمد لأنه فيها العسل فما بتاخد يعني كتير وقت، وتقطيعها كتير سهل، وحسب كمان الرغبة بتحبوا تقطعوها قطع مربعات صغيرة، بتحبوا انه تقطعوها هيك مثل البسكوت الكبيرة، فانتوا كيف تحبوا فيكم تقطعوها. وفيكم بدل ما تحطوا الحبيبات الشوكولا اللي انا حطيتها، فيكم اخر شي هيك تحطوا الشوكولا من فوق، تسيحوا الشوكولا وتحطوا من فوق. ان شاء الله مرة تانية رح اعمل طرق تانية كتيرة. انا عندي كتير شوفان وما عم ناكله، فان شاء الله رح اعمل كتير فيه وصفات، لانه وصفات الشوفان بتطلع كتير لذيذة. وكتير في وصفات للدايت بالشوفان، الشوفان والتمر والفول السوداني، كتير في وصفات. اذا بتحبوا كتبولي وان شاء الله رح اعمل لكم كتير وصفات للدايت وغير الدايت. لا تنسوا صبايا تكتبولي من وين عم بتتابعوني ومن اي بلد. Some of my favorite apps directly from Grammarly, like to add an image from Unsplash, upload a Google Drive file, or even صبايا، مين مثلي بيحب المسلسلات القديمة لما كان يتفرج عليها وهو صغير؟ أنا لهلأ بتفرج على المسلسلات القديمة، مثل مسلسل فصول 4، مسلسل مرايا، جميل وهناء. هدول المسلسلات بتذكرني هيك بأيام الطفولة، يعني مو شرط إني أتفرج عليهم وأنا عم بشتغل، هيك أتسمع، يعني مجرد إني أسمع صوتهم بتذكر هيك أيام الدفى، أيام أهلي، أيام العيلة. سبحان الله، إلهم أجواء خاصة كتير، ودائما بتفرج عليهم مشان ولادي بكرة بس كبروا وتفرجوا عليهم يتذكروا هاي الأيام، إنه الماما شلون كانت لما تشتغل تتفرج عليهم لهدول المسلسلات. أجواء يعني حلوة. هلأ اليوم كنت عم بتفرج على أيام الدراسة، كمان حلوة، كمان يعني إلها ذكريات، بس كنت أكبر من إنه ذكريات جميل وهناء والفصول 4، كنا كتير صغار. وهلأ صبايا رح هيك أعمل سهرة صغيرة إلي ولجوزي، ونقعد نتفرج على شي فيلم بعد ما الولاد ناموا. سبحان الله، بس الولاد ناموا بيهدى البيت وبصير بقى الواحد بيقدر يفكر وبيقدر يشتغل. والله. فهلأ رح نشرب الشاي، ولهون بيكون خلص الفيديو. إذا حبيتوا لا تنسوا تحطوا لي لايك، وإذا كنتوا جديد على قناتي بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل فيديو جديد من الفيديوهات اللي أنا بنزلها. وبشوفكم إن شاء الله بفيديوهات جديدة، انتظروني. سلام.